احسن كاميرا لتصوير الافراح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاك محمد فتحي، وحلقتنا النهارده عن سؤال اكتر حاجه بتجيلي على الفيسبوك او في الكومنتات: ايه احسن كاميرا اشتريها لتصوير الافراح؟ والناس تقول لك تصوير الافراح والسيشن. في الحلقه دي هنعرف ايه هي احسن كاميرا. مبدئيا السؤال غلط، مفيش كاميرا اسمها احسن كاميرا. في كاميرا فيها نقاط قوه ونقاط ضعف. نقاط القوه هتلزمني في ايه، ونقاط الضعف هتفرق معايا ولا مش تفرق معايا. مبدئيا لو هنتكلم على تصوير القاعات او تصوير الافراح، فاحنا بنتكلم عن كاميرا محتاجها في اضاءه ضعيفه او في ظروف اضاءه غير ملائمه او غير مناسبه. ليه؟ لان القاعه دايما بتكون اضاءتها وحشه، فبالتالي بروح على طول على الايزو بيرفورمانس، اداء الايزو. ده اهم حاجه عندي في تصوير القاعه او التصوير في الاضاءه اللي مش كويسه. فبروح اشوف الكاميرات اللي ادائها في الاضاءه الضعيفه حلو وبجري عليها. واحد تاني بيصور الرياضه، مش هروح اجري على الايزو بيرفورمانس، لا، هجري على عدد الصور في الثانيه، عدد الفريمات في الثانيه. فهجري على الكاميرا اللي بتصور لي 8 فريم في الثانيه وهسيب اللي بتصور 3 فريم في الثانيه. واحد تاني بيصور لاندسكيب، مش هيجري على عدد الصور في الثانيه ولا ايزو بيرفورمانس، لا، ده هيجري على كاميرا تكون الكالر ديبس بتاعها حلو او الوانها كويسه، ان انا بصور مناظر طبيعيه. ممكن شويه يحتاج ايزو لو بيصور صور المجرات وصور اللي هي النجوم والكلام ده، ممكن يحتاج الايزو شويه. واحد بيصور بورتريت مش محتاج ان هو يجري على الايزو، محتاج يجري على عدد صور في الثانيه، محتاج كاميرا زي مثلا بتاع اللاندسكيب الوانها تكون كويسه وتكون شارب، تكون صورها شارب مش سوفت. عايز صور اشخاص تكون معايا شارب. فالسؤال الصح بحدد نوع التصوير اللي انا عايز اختار على اساسه الكاميرا، ثم الميزانيه، لان ده تاني سؤال انا بساله للي بيسالني: ميزانيتك كام؟ يقول لي انا ببدا. طب ما تقول لي ميزانيتك كام؟ ما انا ممكن اقول لك كاميرا ب 5000 جنيه، ممكن اقول لك كاميرا ب 30 40 الف جنيه. فانت قول لي ميزانيتك كام، او انت تسال السؤال: انا هصور كذا، ايه انسب كاميرا لي في حدود الميزانيه الفلانيه؟ لان في الميزانيه ال 5000 جنيه مثلا كاميرا كويسه في تصوير الافراح، في ميزانيه ال 10000 جنيه كاميرا كويسه او احسن في تصوير الافراح، في ميزانيه ال 100000 جنيه كاميرا كويسه في تصوير الافراح. فلازم تحدد نوع التصوير ثم الميزانيه. طيب انا واحد ببدا وعايز كاميرا عشان اصور افراح وعشان الايزو بتاعي يكون كويس وميزانيتي في حدود ال 5000 جنيه. اول اختيار برشحه لك في الميزانيه دي نيكون 5200 او كانون 650. ليه؟ لان دول اعلى حاجتين في فئه ال 5000 جنيه. شطر متوسط كاميرا مستعمله، شطر مثلا لغايه 10 كي. في حاجات اعلى من كده بكتير، بس دي ميزانيه ال 5000 جنيه. دول افضل كاميرتين في ال 5000 جنيه لتصوير الافراح. نعلى شويه هتقول لي ميزانيه ال 10000 جنيه او ال 12000 جنيه، هنجري على طول على النيكون 700 مستعمله او الكانون 70 دي مستعمله. طبعا انا بتكلم عن المستعمل ان في كاميرات مفيش منها جديد دلوقتي او جديد منها قليل او سعرها غالي وهي جديده. هتطلع معايا شويه هنخش في فئه بقى ال 15 وفئه ال 20000. ده ما بيكونش حد مبتدئ، ده بيكون حد عايز يعمل ابجريد. هنخش في فئه الفول فريم اللي هي بنرشح فيها اول اختيار كانون 6 دي او نيكون دي 610. في فئه ال 18000 مثلا او ال 17000 ممكن تجيبها جديده او مستعمله كسر زيرو حسب سعرها وقت ما انت بتشوف الفيديو ده مستعمله وجديده. هنطلع على فئه زي فئه مثلا ال 25000. هنقول فئه ال 25000 ممكن نيكون دي 750 مستعمله او كانون 5 دي مارك 3 مستعمله. ثانيه، عارفك اللي بتقول انت بتقارن دي بدي ازاي؟ لا، 750 بتتقارن بال 5 دي مارك 3 على فكره، مش اقل منها الفرق اللي انت بتتكلم عليه. 750 كاميرا محترمه جدا 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 جدا، خاصه في تصوير الافراح وفي تصوير الاضاءه الضعيفه. هنعلى بقى ونخش في فئات ال 30000 بقى والكلام ده. خلينا بنتكلم في ال 810 وال 850 و 5 دي مارك 4. نعلى اكتر نخش في ال 1 دي اكس مارك 2 والكلام ده اللي هو مش بتاعنا ابو 100000 جنيه. فاحنا دي الفئات التقريبيه للكاميرات اللي في الفئات دي. في كاميرات انا نسيتها في النص، مش نسيتها، بس الكاميرات دي ممكن تبقى في الميزانيه مثلا ما بين ال5 وال10، ما بين مثلا ال10 وال15، مثلا زي ال5300 زي ال7200. الكلام ده انا مش ناسيه، بس انا بقول اشهر الكاميرات اللي الناس بتسال عليها، او في الفئات اللي يجي يقول لي انا عايز كاميرا ب10 او كاميرا ب5 او كاميرا ب15. في حاجات في النص برضو انا مش ناسيها، بس الناس بتسال على حاجات معينه وانا عارف الناس دماغها عايزه ايه. طبعا الكاميرا مش كل حاجه، وقلنا ده كذا مره، الرقعه اللي بيصور وبعدين العدسات بتفرق معاك جامد. فما تروحش تجيب لي 810 وتركب لي عليها لينس مش حلو وتقول لي مثلا ده انا الصور معايا في القاعه مش حلوه او اضاءه ضعيفه، ما انت برضو بالتالي مركب مثلا لينس فتحه العدسه بتاعته ضيقه او مش شارب او بطيء معاك في الفوكس. فطبيعي حاجه تكمل حاجه، مش هينفع زي ما بقول 100 مره في امثله العربيات اجيب حاجه اركبها في حاجه، اجيب بي ام دبليو احط لها موتور 28 واقول لها ما بتجريش ليه، او اعكس كده ظلمت في ظلم في الموضوع. هتجيب كاميرا كويسه حاول اركب عليه لينس كويس تستفيد باقصى
ميزه في الكاميرا او اقصى نقطه قوه في الكاميرا. نقاط الضعف في الكاميرات دي ايه اللي ممكن تكون مش فارقه مع مصور زي مصور الافراح؟ ان هي ما بيصورش مثلا فريمات كتير في الثانيه، 5 فريم 6 فريم، بعكس مثلا حاجه زي ال1 دي اكس بتصور 14 فريم في الثانيه والكلام ده. برضه انت كمصور افراح مش عايز اصلا فريمات في الثانيه، مش محتاجها اصلا، انت بتصور اصلا سنجل شوت. فالسؤال بعد كده يتسال كالتالي: انا ميزانيتي كذا وعايز كاميرا بتصور كذا، ايه احسن كاميرا في الفئه دي بالنسبه للسعر وبالنسبه لنوع التصوير؟ يا رب تكونوا استفدتوا معايا وفهمت السؤال بيتسال ازاي، وعرفت انسب الكاميرات لتصوير القاعات او الافراح عندنا هتكون ايه، وانسب الكاميرات الايزو بيرفورمانس بتاعها كويس هيكون ايه في الفئات السعريه. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك، عندك سؤال سيبولي في كومنت او ابعت لي برساله على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو انت عملت سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان نوصل لعدد سبسكرايبرز اكتر من كده. شكرا.